دينتا كريدوبا محيدين كبرتا الحمد لله النبي قال وحكسه صلى الله عليه وسلم إنه يجري في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه لك الدين تبدله كتخلص دينه وحكى له قصة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث قف مسلم اللي يجيسي الله الضعية ما بنانا صدح معهن النفس بالنفس قف مدير الله قصاصيا والثيب الزاني قف رؤوسه برسله زيليستي ولا رجمله والتارك لدينه المفارق للجماعة ديك الدين تكبحي ديك الدين تكبحي سجل معك الصدحات ما البحر ما يدينا هذا هدي النبي يجري عليه الصلاة والسلام على الجلوس اتكلم معه كده يسأل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم